كما كتشوفوا اجواء شتويه هنايا في عين الزرقاء. واخا هيدا كاين شويه ديال الناس كيعوموا. حنايا حاليا في الاواخر شهر 10 يعني في فصل الخريف، وغنشارك معكم ان شاء الله كيفاش كتكون الاجواء هنايا في عين الزرقاء. اماكن سياحيه بحال هذه خصوصا بلايص اللي كيكون فيهم الطبيعه كيكون سبحان الله كل فصل والحلاوه ديالو. جينا لهنا في فصل الربيع وجينا في الصيف وحاليا جينا في فصل الخريف، وهذا مكان الاخوان. هذه هي الاجواء، اجواء غائمه بحال هذا الشتاء، واصلا كتبقى تطرح شويه هذا الشتاء حق شي حاجه قليله وصح. ومرحبا بكم في عين الزرقاء. واخا كاين الاجواء هذا الشتاء وحنا في اواخر شهر 10 هيداك، وكاين واحد شويه ديال الناس كتعوم، واحد الفئه قليله وصافي ديال الناس اللي كتعوم. اما في هاد المسبح هذا الاطفال صارين حتى واحد ما كيعوم هناه. ودابا نعملوا واحد الجوله خفيفه هنايا. هذه هي الاجواء. الدنيا مغيمه شويش اليوم، كاين شي انقطاع ديال الشتا كيطيحوا. كما كتشوفوا عين الزرقاء الماء دايما كيجري تبارك الله. الاجواء هنايا يا سلام كالعاده. كما قلت لكم عين الزرقاء واعره في جميع الفصول. ضروري نتعمقوا واحد شويش، نعملوا واحد الجوله من داخل. وعاد تجينا عين الزرقاء ضروري تشرب من الماء ديالهم. عندي واحد القريعه د الماء صغيره نعمروها هنايا. يا سلام الماء ديالهم تبارك الله باردين صيف وشتا. والله والله الا باردين صيف وشتا يا اخي. حمولك العز. أنا حين كان ماشي للخليفة كما قلت لكم عين الزرقاء يعني واعره في جميع الفصول. انا شخصيا كنجي لها في جميع الفصول، كنجي لها في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع جميع الفصول. كما قلت لكم غنعملوا واحد الجوله خفيفه ان شاء الله، نشوفوا الاجواء كيفاش عامله والدنيا كيفاش عامله.
هنايا الدنيا تبارك الله كما كتعرفوا عين الزرقاء الماء فيها موجود. هنايا الدنيا تبارك الله خضراء تقريبا على طول العام، على طول العام تبارك الله، حيت الماء تقريبا ما كيتقطعش منه. اذا رجعتم فيديوهات اللي دازوا على عين الزرقاء، سواء اللي عملناه في فصل الربيع ولا اللي عملناه في فصل الصيف، غتشوفوا معايا فيديوهات وغتشوفوا ان فيهم تا هما فيهم الخضوره. كاين هنايا فيرمات كيعملوا الاكل وكذا. المهم الخير موجود هنايا. هذه هي الاجواء كما كتشوفوا، الخضوره تبارك الله. بالنسبه اللي بغى جميع المعلومات اللي غيجي اول مره للزرقاء الاخوان، يدخل هنا القناه، سبق لي نزلت فيديوهات كنشرح فيهم جميع التفاصيل، فين تركب في تطوان والثمن ده الطوبيس اللي غتركب فيه مع الاثمنه، جميع التفاصيل غتجبرها في فيديوهات اللي دازو ان شاء الله. هانتوما خضوره تبارك الله. الناس هنا باقي كيزرعوا تبارك الله. كاين هنا بزاف د الحاجات، كاين النعناع، كاين الربيع، بحال هذا اللي قبالتينا كاين النعناع، كاين معاه حتى الربيع هنايا واقيلا. النعناع الربيع، الناس هنا كتعمل الخضره، وبزاف د الناس كيبيعوا هاد المنتوجات ديالهم حدا المسجد اللي حنا غندوزو من تما ونشوفوا واش غنجبروا تما. الناس بزاف د الناس كيخرجوا ديك المنتجات البليه ديالهم وكيبيعوها تما، لا من ناحيه النعناع ولا من ناحيه الربيع ولا من ناحيه حتى هاد الخضره. دابا ان شاء الله نشوفوا شي بلاصه اللي نتغداو فيها ضروري ولا بد. فطرت معطل اليوم، حق سبحان الله بلايص اللي فيهم الطبيعه بحال هيدا، هي كتجي ليلهم وكدور فيهم واحد شويش كتحس براسك جا كتجوع. كما كتشوفوا المنتوجات في ناحية المنطقة هنايا كتباع. هاد المنتوجات كاملة هاد المنطقة هنايا، يعني منتوجات بلدية طبيعية 100%. وهيدا هي عين الزرقاء دابا خاوية، بنادم شاف الشتا كتنقط وهو يسلك.
غطاس ديك شويه ديال الشتا بنادم سلك بحال اللي كان كيعوم خرج من الماء. هذا هو جوارتوني كنشوف شي كليسه اللي شي بلاصه اللي ريح تغدى فيها ونكملوا الجوله ديالنا ان شاء الله. وهذا هو الغدا ديالنا اليوم الاخوان، بغيناش نكثروا فطرنا معطلين. انا هنايا طويجن دبيصر، هذا هو الجو دبيصر، الدنيا مسحبه. عندنا قطيبات الدجاج، عندنا واحد الكيكه داتسي، عندنا خبيزات الزرع، وعندنا الاطلال هذا. واللي بغى يتغدى معنا مرحبا به. كانت هذه الجوله ديالنا في عين الزرقاء الاخوان. كما قلت لكم كما العاده، اي واحد عنده شي سؤال ولا اي استفسار خليه في التعليقات، ولا دخل عندي الانستغرام كنجاوب كلشي ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا خرج واحد شويه الصفات السماح شويش، وهنا كنساليو الجوله ديالنا الاخوان. نشوفوا فيديو جديد وبلاصه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.